ارجع صلي. من افضل القرارات اللي هتاخدها في حياتك وهي انك تصلي. لو انت ما كنتش بتصلي فدي فرصة كويسة جدا ليك انك ترجع تصلي تاني. طب لو كنت بتصلي بس منقطع، ارجع صلي برضو، وان شاء الله باذن الله ربنا يثبتك وتبقى منتظم في الصلاة. ليه طيب تصلي؟ اول حاجة لان احنا مش عارفين احنا هنموت امتى، يعني محدش معاه المعرفة من اول ما يتولد ان هو هيموت امتى. تاني حاجة الفترة ديت زاد قوي قوي موت الشباب. ربنا يحفظني ويحفظكم جميعا يا رب. بس انا بتكلم في ايه؟ ان محدش عارف نهايته هتبقى ايه ونهايته هتبقى امتى. فلما تصلي انت يعني كده، يعني زي ما نقول ايه، دي البداية للطريق الصح. يعني هو طريق، يا طريق صح يا طريق غلط، فاهم؟ فلما تصلي دي البداية للطريق الصح. هتلاقي نفسك بقى بتاخد حاجات كتير جدا كويسة، بس اهم حاجة ان انت تبدأ تصلي علشان ربنا يحفظني ويحفظكم. الصلاة هتخليك عندك طاقة روحانية كبيرة جدا، هتساعدك في طاقتك النفسية، دي أول حاجة. تاني حاجة هتحميك من عذاب القبر أو من يعني حياة البرزخ لما يكون في القبر وكده. أما تكون بتصلي أفضل من إنك ما تكونش بتصلي، تمام؟ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم تصليها في وقتها، دي أول حاجة. طيب الصلاة هتعمل لك إيه تاني في حياتك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، فبرضه هتخليك إيه؟ ما تعملش حاجات وحشة في حياتك وتنهيك عن أي فحشاء أو أي منكر. وعايزك تفهم حاجة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي ديت الصلة ما بين العبد وربنا. فيعني أنت لما بتصليش أنت كده بتقطع الصلة دي خالص. اللي هو أنا مثلا بحب مثلا فلان فعايز أكلمه، صح؟ فهتصل بيه أكلمه، او هروح للمكان اللي هو عايش فيه، صح؟ دي الصله اللي بيني وبينه ان انا هوصل له، صح؟ طب لما انت بقى تقطع الصله بينك وبين ربنا، فاهم؟ انت كده يعني ما بيخليش في تواصل خالص، بتقطع الصله، ودي حاجه وحشه. يعني مش حاجه وحشه، الصلاه اصلا من اهم الحاجات اللي في الدنيا. يعني لو قارنتها باي حاجه الصلاه اصلا ما تتقارنش، فاهم؟ يعني الصلاه اساس كل حاجه في حياتك، وهتحميك من اي شر في حياتك، وهتساعدك في كل حاجة. واصلا الدنيا دي يعني مش، ما تفتكرش ان احنا هنعيش مثلا، هنعيش كام؟ 60 سنة 70 سنة يا عم 100 سنة، تمام؟ مقارنة بالاخرة ولا حاجة، فاهم؟ حاجة بسيطة. انا مش شيخ ولا جاي اقول لك صلي لان انا بصلي ومنتظم لا، انا مش بقول لك كده يا عم. حتى لو انا مش بصلي انا بفيدك، انا الحمد لله بصلي، بس انا بقول لك حتى لو انا مش بصلي انا بقول لك كده استفيد، فاهم؟ يعني اعمل حاجة لنفسك. انت لما تصلي انا مثلا مش هخش الجنة، يعني انت لما تصلي انت اللي هتخش الجنة بالمنطق، فاهم؟ اذا كان انت او انتي. فانا بقول لك يعني معلومة خالصة خارجة بحب، يعني بحب خالص ليك انت لما تصلي هتبقى فت نفسك، فاهم؟ وهتشوف الفرق في حياتك بعد كده، اللي هو هتلاقي كل حاجة في حياتك بتتصلح. اي حاجة بايظة هتلاقيها معاك بتتصلح، يعني في كل جوانب حياتك بقى، فاهم؟ في كل حاجة حرفيا. فارجع صلي وما تقطعش الصلاة، وادعي ربنا بكل حاجة نفسك فيها. ولو كنت ماشي في اي سكك وحشة او اي حاجة حاول تبعد عنها وترجع تصلي تاني، لان الصلاة والله العظيم من احسن الحاجات اللي في الدنيا، اللي هتساعدك في الدنيا وفي القبر وفي الاخرة، فاهم؟ ولما تبدأ تصلي هتلاقي نفسك بتقرأ قرآن اكتر، فاللي هو هتلاقي في جمال كبير هتكون انت مش عايش فيه، هتلاقي فيه حياة جميلة قوي انت ما كنتش مثلا موجود فيها او كده. وفي النهاية لو انت مثلا ما صليتش، طب انت الوقت بتاع الصلاة ده، يعني ربنا بيقول لك حي على الفلاح. يعني لما بيجي يندى عليك ما بيقولكش ايه حي على الفلاح. يعني ايه الفلاح؟ يعني انا بقول لك ده الفلاح اللي في حياتك، فاهم؟ فانت ازاي ما تسمعش نداء ربنا، فاهم؟ وربنا يهديني ويهديكم ويثبتنا كلنا على الصلاة. والله العظيم انا مش بقول لك كده يعني طالع اقول لك صلي لنفسك، انت هتفيد نفسك واي حد تعرفه حواليك، اذا كان حد من اهلك حد من اصحابك ايا كان شايفه مش بيصلي قول له برضو بنصيحة كويسة ارجع صلي علشان نفسك، علشان تفيد نفسك، لان الصلاة هي الصلة بين العبد وربه فما يقطعهاش. واي حاجة عايزها في الدنيا ايا كانت يستخير ربنا فيها ويدعي ربنا فيها، وربنا يثبتني ويثبتكم يا رب على الصلاة. وبس كده، سلام.